نلتقي بالكابتن سهام الصوالحي بطلة مصر في التايكوندو، صاحبة المركز الأول بطولة العالم العسكري، والمركز الثالث بطولة العالم للناشئين، والمركز الثاني بطولة الناشئين، وبطلة أفريقيا. ويعني العنصر الجميل من بنات مصر واللي هم بيقدموا رسالة للعالم إن مصر فيها بنات متحضرة ومتميزة، قد إيه هم ناجحين رياضيا دراسيا خلقيا. أهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن الاول، طبعا انت ان شاء الله عندك افريقيا قريب مؤهله للاولمبياد. ان شاء الله عندنا في شهر 2 عندنا في المغرب في اغادير، هي بطولة افريقيا تأهيل ان شاء الله. طب مين بقى اقرب منافسين ليك، او يعني ان شاء الله حظوظنا ايه في الصعود باذن الله؟ طمعانين في الصعود ان شاء الله، قدامك حل من اثنين، يا نصعد يا نصعد. باذن الله. عندي اقوى حد بس كوتيفوار، هو ممكن بتنافسني شويه، هي اللي نافستني في تصفيات 2012 قبل ما اطلع على لندن، بس الحمد لله كسبتها يعني، بس هي الوحيده اللي يعتبر في منافسه بيني وبينها ان شاء الله. طب كابتن، المركز الاولمبي طبعا هو بيتكم الاولاني وهو بيت كل الرياضيين، يعني رايك ايه المركز الاولمبي قبل والوضع الحالي، هل يرضي طموح واهداف ابطال مصر؟ انا في مركز اولمبي من 2005 تقريبا، هو اتجدد مرتين، يعني مره قبل، يعني انا حضرت فتره وبعدين اتجدد فتره وبعدين دي تاني مره تقريبا. هو اول مره ما كانتش تجديد قوي يعني، كان بيهزروا. لا بس المره دي انا شايفه في اختلاف كتير احسن بقى، يعني انا داخله النهارده كان ليا اول يوم النهارده هنا، مبسوطه يعني، الشكل عجبني، الورد، الديزاين، من لسه ما رحتش الفندق، لسه ما اعرفش الاقامه نظامها ايه والاكل الحاجات دي، بس كصالات لا مختلفه يعني، الحمد لله ان شاء الله يبقى وشه حلو علينا. يعني انت حاسه ان في لمسه جماليه وان الفندق او المركز كده ضاهي مراكز التدريب اللي انتوا لفتوها في كل العالم؟ يعني هو احنا قربنا هو طبعا يعني مش زيهم، بس احنا قربنا يعني، بس هو لا في طفره حصلت فيه حقيقه يعني، يعني داخله النهارده لا شكله حتى يعني ضحكت، شكله كويس، فده حاجه يعني كويسه فعلا حصل رضاء داخلي ليكي وانت داخله. بالظبط.